السحر مذكور في القرآن الكريم ومفيش مخلوق يقدر يشكك فيه، لكن المشكلة إن طول عمري شايف إن دي حاجة بعيدة عني، أو بمعنى تاني مستحيل بني آدم يأذي بني آدم تاني لأي سبب. كل الأذى ده لحد ما عشت أسوأ تجربة في حياتي بسبب إني وثقت في واحدة تعتبر هي اللي مربياني. هحكي لكم حكايتي. أنا شاب مصري في منتصف العشرينات، عايش حياتي بشكل طبيعي ومفيش عندي أي مشاكل، ولأني أكبر إخواتي فزي أي أسرة نفسهم يفرحوا بيا، وفضلوا يرشحولي عرايس كتير علشان نفسهم يشوفوني متجوز. وفعلا خدت الخطوة وخطبت، لكن ما حصلش نصيب وفسخت الخطوبة، وخطبت تاني وتالت ورابع وبرضه فسخت الخطوبة. وفي كل مرة كنت ببقى مش عارف ايه السبب، لحد ما في يوم اتفاجئت بواحدة ست جارتنا، تقدروا تقولوا هي اللي مربياني مع والدتي، جات لنا البيت وقالت لنا ان في حد عامل لي عمل علشان الجوازات بتاعتي ما تكملش. واهلي كانوا مقتنعين بكلامها ومصدقين، ما هو كل ما يفتكروا ان فسخت الخطوبة اكتر من مرة من غير ما يكون في سبب مقنع يصدقوا اكتر ان في حد عامل لي حاجة. والست ما كانتش جاية وايديها فاضية، دي كانت جايبة معاها شنطة سودة، وقالت لنا انها لقت الشنطة دي قدام باب الشقة بتاعتنا، وإن علشان العمل ده يفسد لازم أخده أرميه في مكان بعيد علشان محدش يعرف يوصله أو يشغله تاني. وأنا كنت مصدقها أنا كمان، وأخدت منها الشنطة ورحت رميتها في ترعة قديمة موجودة عندنا، وقلت لنفسي إن كده كل مشاكلي اتحلت. لكن الحقيقة إن مشاكلي بدأت من اليوم ده، وتحولت حياتي من الحياة العادية اللي قلتلكوا عليها لمشاكل مع كل اللي حواليا، مشاكل مع أهلي ومشاكل مع أصحابي ومشاكل كمان في شغلي. وما كنتش عايز أخرج من باب أوضتي، وشايف إن كل الناس اللي حواليا مش كويسين وما يستاهلوش إن أقرب منهم، وكلهم عايزين مني مصلحة ومحدش بيحبني. فقدت كل معاني الحياة اللي ممكن تكون عند أي بني آدم طبيعي، وطبعا غير الأحلام اللي كانت بتجيلي وانا نايم، وكل يوم اقوم من النوم مفزوع، وبقيت اخاف انام لوحدي في الأوضة من كتر الأحلام الصعبة اللي كانت بتطاردني. لكن في وسط الأحلام دي كان في حلم واحد بيتكرر دايما، وهو اني كنت بشوف نفسي في مكان فاضي ومعايا واحدة ست بتقرب مني، وقدام الست دي كان في مشنقة متعلقة وفيها 3 عقد او 3 رباطات، وكانت بتحاول انها تدخلني جوه المشنقة دي، لكن انا كنت بقاوم وبحاول ان ابعد نفسي عنها. والست دي كانت بتفضل تزعق وصوتها بيتغير، وانا كل اللي عليا عمال اصرخ واقول لها تبعد عني. ولما كانت محاولاتها كلها بتفشل كانت بتاخدني بالقوة لمكان مهجور، كان المكان بيوته قديمة والشوارع بتاعته فاضية، والناس اللي كانت ماشية فيه وشها مش باين وماشيين في حالهم. وكنت بدخل معاها بيت وبتديني ورقة زي ما يكون عقد ومطلوب مني ان امضيه، لكني كنت كل ما اجي امضيه لازم يحصل لي حاجة. مرة اصحى من النوم لوحدي، ومرة اصحى على صوت امي، ومرة تالتة العقد بيختفي من قدامي قبل ما امضيه. ولما الموضوع زاد عن حده بدأت احكي لبابا وماما على اللي بيحصل معايا، وساعتها خدوني الشيخ علشان يبص عليا. واول ما حكيت للشيخ على اللي حصل كله قال لي ان الست جارتي اللي جابت لي الكيس وقالت لي ارميه علشان معمول لي عمل فيه كانت هي اللي عاملة العمل ده من الأساس، وكانت عايزاني أرميه بإيدي علشان محدش يوصله، لأن محدش يعرف طريقه غيري. وبدأت أفكر إزاي واحدة شالتني وأنا طفل تعمل فيا كده لما أكبر؟ معقول الغل والحقد عموها للدرجة دي؟ معقول حاسة إن حياتنا أحسن منها وعايزة تدمرني؟ طب ما يمكن عملت كده علشان أنا بخطب من بره وما فكرتش إني أخطب بنتها اللي في سن الجواز. بس أنا طول عمري شايف إن بنتها دي تبقى أختي، وعمري ما فكرت بأي شكل من الأشكال إني أتجوزها. وسألت الشيخ ده أعمل إيه وأخلص من الموضوع ده إزاي؟ فقال لي إن الموضوع مش هيتحل بسهولة، وإني محتاج أشرب حاجات هو اللي عاملها عنده. بس اللي لفت انتباهي إني ما كنتش بشوفه بيقرأ قرآن على الحاجة اللي كان بيديها لي أشربها، وكان بيبقى موطي صوته وبيديني حاجات أشربها وبيقول لي اشرب وانت ساكت لو عايز تخف. وأنا كنت فعلا بشرب وأنا ساكت من غير ما أفكر،
ما أنا كنت عايز أخلص من العيشة اللي أنا عايشها دي برضه، وبدأت أروح له كل فترة وأقعد معاه شوية وهو بيغمض عينيه ويقرأ حاجات أنا مش سامعها ويديني حاجة أشربها. بس للأسف برضه إني ما اتحسنتش، والأحلام بدأت تزيد عليا، والإحساس بالكره والخنقة بيكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله، ويمكن حياتي باظت أكتر من الأول كمان، لحد ما جه اليوم اللي كنت قاعد فيه مع واحد صاحبي كان مسافر ولسه راجع. وصاحبي ده أنا بثق فيه بدرجة كبيرة، وهو كان اشتغل فترة مع واحد من الشيوخ اللي بيعالجه. ولما حكيت له على كل حاجة وقلت له على الشخص اللي رحنا له والحاجات اللي بيعملها معايا، اتفاجئت إن صاحبي ده بدأ يوصف الشخص اللي أنا بتكلم عنه ويقول لي استنى بس قولي كده شكله تاني. ومن غير ما أكمل كان هو بيقول أوصاف وأنا أقول له صح، وقال لي على المكان اللي هو قاعد فيه. وساعتها حصلت الصدمة اللي عمري ما توقعتها في حياتي، لأن صاحبي قال لي إن اللي أنا بروح له ده مش شيخ، ده دجال وواحد بيستغلني وهيقول لي هات فلوس وهيطلب مني طلبات تانية لنفسه. وقال لي الشيخ اللي بيعالج بجد هيقرأ قرآن بصوت واضح وهيعرفك انت بتشرب ايه، وهيديلك آيات من القرآن تقرأها في البيت علشان تحصن نفسك. وانا قلت له طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا بدأت اخاف وحاسس اني تايه، لكنه قال لي انه هيساعدني وهياخدني للشيخ اللي يعتبر استاذه وهو اللي علمه كل حاجة. وفعلا رحنا مع بعض للشيخ ده، واول حاجة الشيخ قال لي عليها اني احمد ربنا ان ما مضيتش العقد اللي كان قدامي ده، لانه يعتبر ميثاق واتفاق بينك وبينهم. وبدأ يحط ايده على كتفي ويقرأ قرآن ويعلي صوته، وانا حسيت ان المكان بيلف بيا وفي حرارة كبيرة خارجة من وشي وحرارة كبيرة بتقرب مني. وطلب مني اغمض عيني واقول له انا شايف ايه، وفعلا غمضت وشفت نفس الحلم تاني، بس المرة دي انا كنت صاحي وكنت شايف نفس الست ونفس المشنقة والتلات عقد اللي فيها. وكل ما الشيخ كان يقرأ كانت الست بتبعد عني لحد ما اختفت تماما، واول عقدة في المشنقة اتفكت واتبقى 2 بس. وساعتها حكيت للشيخ اللي حصل، وقال لي الحمد لله انت تروح البيت دلوقتي وتحصن نفسك بالذكر والتسبيح والقرآن وتحاول انك تكون قوي، والمرة الجاية هنفك العقدة التانية لحد ما ال3 يتحلوا، وبكده محدش هيقرب منك تاني. وفعلا رجعت البيت وحصنت نفسي بكل الآيات اللي قال لي عليها، وبقى عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يحميني من اي حاجة، وانا لو استعنت بيه مفيش مخلوق في الكون كله هيقرب مني، وان ربنا كرم البشر على اي حاجة تانية. علشان كده بقيت اقوى وبقيت اقرأ قرآن كل يوم واحافظ على الصلوات وابعد عن المعاصي. ولما رحت للشيخ بعد أسبوع وبدأ يقرأ اتفكت العقدة التانية بسهولة، وقال لي إن ده حصل بسببك أنت مش بسببي أنا، لأن أنت ساعدتني وأنت بقيت أقوى من المرة اللي فاتت، وإن شاء الله المرة اللي جاية هتكون أقوى وأقوى. وأنا دلوقتي مكمل في التحصين ومكمل في الذكر وبدعي ربنا إن العقدة دي تتحل وارجع أعيش حياتي العادية اللي أنا كنت كارهها زمان دي. بس دلوقتي عرفت إنها طلعت نعمة من عند ربنا إنك تبقى عايش مجرد حياة عادية بمشاكلها البسيطة. وفي النهاية عايزة أقول لكم ما تثقوش في أي حد في الدنيا، لأن الناس بقت بتأذي بعض لأتفه الأسباب ومحدش بقى عنده رحمة. وبس خلاص ادعولي أكمل علاج وارجع زي ما كنت.